اقول لك ازاي انا جبت في الخمس سنين امتياز واتخرجت بتقدير عام امتياز. تعالى اقول لك كمان ايه الغلطات اللي انا وقعت فيها اللي انت ما ينفعش تقع فيها انت كمان. اقدر قهوتك وتعالى احكي لك. في البدايه لازم تبقى عارف ان الجي بي اي او التقدير في الكليه هو مش حاجه تافهه المفروض ان انت تتهاون فيها، لا دي حاجه مهمه وبعد التخرج هتفيدك لو انت حابب انك تعمل ماستر بعد الكليه، لو انت عايز ترتقي بمستواك الاكاديمي هيفيدك جدا، لو انت عايز تسافر، لو انت عايز تاخد منحه، لو انت عايز تدي انطباع لمكان اللي انت رايح تشتغل فيه ان انت شخص مجتهد وشاطر. وفكك من الناس اللي بيقولوا لك ده اللي شاطر في التعليم مش شاطر في الشغل، دول ناس بصراحة بيواسوا نفسهم مش اكتر. لا، الشطار في الكلية بيبقوا شطار في الشغل عادي جدا، عندهم خبرة اسمها خبرة ثيوريتيكال، ان هم عارفين معلومة، فلما يجوا يطبقوا طبعا هيبقوا اشطر من اللي مش عارف حاجة اكيد. تعالى اقول لك بقى النصايح اللي بجد لو اخويا الصغير داخل الكلية هقولها له. اول حاجة، تقدير سنة اولى جامعة. تقدير سنة اولى جامعة انت مش متخيلين قد ايه هو مهم وقد ايه هو هيفرق في حياتك الجامعية، هيريحك. فحاول تجتهد، انا عارف ان اول ترم بيبقى صعب ولسه بتتعود على النظام وهكذا، بس على قد ما تقدر حاول تتعود بسرعة وتفهم انت ازاي بتذاكر وازاي، والجامعة والدكتور دماغه عاملة ازاي. وقت المحاضرة ده وقت مقدس، اقعد وركز مع الدكتور وشوف الدكتور بيشرح ازاي وشوف هو بيقول ايه، حتى لو الدكتور شرحه زبالة بس اسمعه، برضه اسمعه هتستفيد وهتلقط معاه هو بيفكر ازاي. تاني نصيحة انا مش عايزك تقع فيها وانا وقعت فيها، صحبتك. وانا في سنة اولى جامعة للاسف كان عندي صحبة سيئة، الصحبة دي ودتني في 60 داهية وخلتني اعمل عادات مش كويسة. فانت ما تعملش كده، يعني شوف الصاحب اللي لما يلاقيك بتذاكر حتى لو بيموت يقول لك لا كمل مذاكرتك، لا كمل مصلحتك، لا تعالى نصلي، لا ما اعرفش ايه، يكون بيزقك على عادات صح مش على عادات زفت. اوكي، مهمه جدا، اوعى تغلط غلطتي. انا كنت بذاكر في سنه اولى ليل ونهار، ليل ونهار حرفيا، بس بسبب الصحبه ما جبتش التقدير اللي انا كان نفسي فيه. كان نفسي في جي بي اي 4 وكنت جايب 3.77. هو جي بي اي وحش بس انا فعلا كنت بذاكر ليل ونهار، فلا انا بالنسبه لي الجي بي اي كده اتاثر. تالت فكره لازم تحطها في عقلك ان الموضوع ما بيعتمدش على ماده. التقدير ملوش علاقه انك جبت في ماده امتياز او جيد او لا، بص للموضوع ككل. يعني لو واحدة وقعت حاول تشد في التانية، لو التانية صعبة طب هنشد في الاتنين التانيين. المواد بتشيل بعضها دايما، يعني لو في مادة مثلا بساعتين ومادة بثلاث ساعات ومادة بساعة، تمام، هبقى فاهمكم موضوع الساعات ده لو انتوا مش فاهمينه. بس لو في اوقات وانت في الكلية تلاقي في مادة بساعة مجنناك، بساعة حقيرة جدا في الجي بي اي بس تلاقيها مجنناك، فعشان يعني تقدر ان انت توازن التقدير بتاعك والتقدير بتاعك ما يختلش، حاول تجتهد في المواد التانية اللي بثلاث ساعات وبساعتين يقوموا يعني يشيلوا تأثير المادة اللي بساعة